مدام سحر نوح، مساء الخير. والله انا كان نفسي اقول مساء الخير، بس انا عايزه معلش، اقول مساء الشهداء أقدم ومساء البطولة طبعا، ومساء الرجولة ومساء فداء الوطن كله يعني. ومساء ما فيهوش اي خير على كل ارهابي قاتل دموي، سواء بالفكره او بالسلاح او بالانتماء لتنظيم ارهابي قذر بيحاول يفرض نفسه على مصر. يعني ان شاء الله عمر ما هيبقى عليهم خير. يا رب وان يا شاء رب. الله مصر هتتقدم ومصر هتقف كلها ايد واحده ضد تنظيم الارهاب. سحر، انت فنانة، انت فنانة جميلة يا سحر، ووطنية قوي، وتربيتي في بيت وطني جدا. يعني بابا الله يرحمه الفنان الكبير محمد نوح، يمكن انتوا وانتوا لسه صغيرين يعني شفتوا بيعمل ايه وبيغني ازاي وبيروح الاماكن الشعبية والاستادات ويشد حيل البلد بصوته الجميل. احنا عايشين مرحلة شبيهة دلوقتي يا سحر ولا مختلفة؟ احنا الحقيقه عايشين ابشع مرحله بتمر بيها مصر. يعني مصر ايام النكسه كان العدو معروف صحيح. وقدرنا ننتصر عليه بعد كده وهو موجود وقائم وعارفينه. لكن لما يبقى العدو من جوه بلدنا، من ناس شربت من النيل ده واتربت على خير الوطن، ده عدو اخطر. وللاسف عدو اتكلم باسم الدين وهو ملوش اي علاقه لا بالدين ولا بالانسانيه. ده صحيح، ده صحيح. بيقول انه اقتل علشان تمسك حكم بس، وانك تبقى عامل سوري يعني في اللفظ الاراده اللي بتمسك في الكلاب وما بتخرجش غير بالدم. هم كده. فللاسف احنا في ابشع حاله واخطر وقت بتمر بيه مصر. وانا مبسوطه ان حضرتك دوست على بل اسمه الاعلام، لانه اللي حاصل في اعلام مرئي ومسموع، الحقيقه انا ما اعرفش الناس دي بتشتغل لصالح مين، وهل ده عن حماقه ولا عن قصد. انا مستاء. هما في الحالتين في الحالتين يا سحر، لو كان عن حماقه فهي كارثه، لو كان عن قصد فكارثه اكبر. يعني انت كاعلامي لازم تكون فاهم انت بتقول ايه والمين وازاي، وانا قلت ده كتير الحقيقه، وللاسف يعني بنتفهم غلط. لكن عاوز اقول لك حاجه اخطر من كده، ان هم بيعملوا ده باسم الدين. يعني وانت معايا حابب اقول لك ان الراجل الشهيد اللي هو حفيد المشير ابو غزاله، كاتب كلام والله يقطع القلب. عارفه يعني هو الراجل اخر حاجه كتبها على صفحته على الفيسبوك كاتب ايه؟ كاتب: عام مضى لا نعلم ان كنا من الفائزين ام غير ذلك، نسال الله مغفره لما مضى وهدايه لما هو آت، كل عام وانتم الى الله اقرب وانتم على الدين احرص، وكل عام وقلوبكم انقى واطهر، كل عام وانتم في سعه ورزق وبركه. يعني راجل مؤمن اهوت ومتدين وعارف ربنا يمكن اكتر مليون مره من هؤلاء المدعين. بالظبط. والمسيحي اللي مات النهارده امتزج او اتراوت ارض مصر شنودة. المسلم انت لما بتروح مستشفى اكتر من مسيحي الحقيقه، لا قدر الله بتحتاج لنقل دم، ما بتسالش الدم ده مسيحي ولا مسلم. يعني ممكن يكون جوانا كلنا دم مصري، قبطي مصري وقبطي مسيحي. فاي دين الناس دي بتتكلم عنه دول ابعد ما يكون عن اي دين وعن اي انسانيه. دول انا بسميهم على الارض، يعني بيضخوا سموم. وفي طبعا دول بتشجعهم وقنوات حقيره واقفه وراهم وبتساندهم، ومغيبين متصورين ان هو ده الحق. نقول ايه النهارده يا سحر ربنا يقدرنا؟ نقول ايه لامهات الشهداء يا سحر؟ نقول لهم ايه؟ اقول لهم انه احنا حاسين بيكم قوي، احنا بنتعزى زينا زيكم، لانه الولاد دول ولاد وطن اسمه مصر. يعني ولادنا كلنا، الله يصبركم والله يكون في عونكم. والحقيقه الواحد يعني انا من امبارح في حاله حداد. انا حاسه انه في بيتي العزاء، او ان انا فقدت لا قدر الله ابن من ابنائي، لانه دول ولاد مصر الحقيقيين. احنا بننام وهم واقفين على حيلهم بيدافعوا عننا دمهم. يعني عندك حق والله. قلوبنا فعلا معاهم، قلوبنا معاهم، وكمان هم سبب في دخولهم الجنه باذن الله تعالى. يعني هم ياخدوا كل واحد فيهم ياخد اهله وابوه وامه الجنه. بس قولي لي، دور الفن في المرحله دي المفروض يبقى له دور. يعني الفن والاعلام، احنا بنتكلم في الاعلام انه للاسف الشديد بقى اعلام مصلحه. طب والفن فين؟ فين الفن؟ ده انا شايف ان 30 شهيد دول ينفعوا 30 مسلسل. للاسف الفن اليومين دول حالته، عارف، وحسب الموضه او حسب الرايجه برضه حاله استثمار للاحداث. يعني عشان كده يمكن قليل قوي الفن الصادق او الاغنيه الصادقه اللي ممكن توصل وتاثر في الناس.
انا مش عايزه المساله تبقى موضه وكل فنان كان قاعد في بيتهم فتره ونفسه بقى يظهر للجمهور يحاول يجي جاري بسرعه على صحيح. ملحن وداخل حاجز استوديو وطالع عشان يقول اغنيه تبدو وطنيه ما عندهاش جذر يعني. صحيح. وفرق كتير ما عندهاش جذر وكده. انا نفسي يبقى عندنا احنا نتوحد كلنا تحت بلادي لك حبي وفؤاد. الله عليك. يا مصري. الله عليك. يعني نرجع لنا تاني ولمصريتنا تاني ولصالح وطننا اللي حضرته اكتر من 7000 سنه حضاره. صحيح صحيح. مقدرين اكتر من كده ونعرف انا حاسس بيكي تماما يا سحر، وحاسس بقد ايه صوتك مخنوق، ولو احنا في ظروف ثانيه كنت قلت لك غني الاغاني الجميله دي، لكن لنا لقاء اخر واستاذنك كمان يبقى لقائنا هنا في الاستوديو علشان نفيد بعض اكتر واكتر. بشكر حضرتك جدا الفنانه الجميله سحر نوح، وقد ايه وطنيه وبتحب بلدها وبتموت على بلدها وبتخاف على بلدها. كلنا نفس الروح نفس الاحساس يا جماعه، حاسين بمراره من امبارح بجد من حاجات كتير قوي ملخبطه. زي ما قالت سحر، الفن في حاجه غلط، الفن بقى مختصر في كلمه السبكي. هل تتخيلوا ده؟ السينما المصريه بقت مختصره في الافلام دي اللي بتعلم الناس البلطجه وقله الادب. الدراما، فين الدراما؟ فين المسلسلات؟ فين القطاعات الانتاجيه في فين بجد؟ فين الاعلام المصري اللي كان رائد، والفن المصري اللي كان بيعلم العالم العربي كله ازاي يتعامل وازاي ينمي جوانا كلمه الوطنيه؟